تالتة من برنامج الصوت من السماء. النهارده إن شاء الله جايين نتكلم عن الشيخ الطبلاوي. الشيخ محمد محمود الطبلاوي بيعتبر أحد أشهر أعلام القرآن الكريم في مصر والوطن العربي البارزين في المجال ده. هو من مواليد 14 نوفمبر 1934 ميلاديا، واتولد في حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة. هو من أصول محافظتين، المحافظة الأولى هي محافظة الشرقية والمحافظة الثانية هي محافظة المنوفية. ختم القرآن الكريم كحفظ وتجويد وهو عنده 10 سنين، وانفرد بسهرات وحفلات كتير جدا لوحده وهو عنده 12 سنة بس. وكمان كان بيوضع لإحياء جنازات ومياتين كبار القراء وكبار الموظفين وكبار الشخصيات البارزة والمعروفة وقتها وكبار العائلات المعروفة، وسنه لم يتجاوز 15 سنة. كمان اتجوز وهو عنده 16 سنة بس. قرأ القرآن الكريم في أكتر من 80 دولة، سواء بقى كانت عربية أو أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن أول رحلاته فكانت لدولة الأردن في سنة 1973، واتكرم وقتها من الملك حسين، وكان بيمثل مصر ووزارة الأوقاف المصرية لما كان بيحكم وسط أكبر قراء ومشاهير الأئمة في لجان تحكيم حفظ القرآن الكريم حوالين مستوى العالم كله. كما إنه برع في تصوير معاني القرآن الكريم واهتم جدا بتجويده، وتسمى بصاحب الحنجرة المستحيلة، لدرجة إن هو ما كانش بيقلد حد من القراء والشيوخ ولا حد كان بيقلده، محدش كان بيعرف يقلده ولا هو كان بيقلد أي حد من كبار الشيوخ. في سنة 2020 كان ساكن في شارع باسمه جنب شارع الهرم، وكمان ليه مسجد في الشارع باسمه، هو كمان مسجد باسمه، الشيخ محمد محمود الطبلاوي. رغم اللي قدمه الشيخ محمد محمود الطبلاوي من إنجازات في مجال قراءة القرآن الكريم وتجويده وحفظه وتحكيم في مسابقات حفظ القرآن الكريم حوالين مستوى العالم كله، وتكرم تقريبا من معظم دول العالم اللي مكانش كلها، إلى إن لغاية النهاردة ما تكرمش من مصر. فمنعرفش إيه السبب وليه مفيش ناس بتتأثر جامد بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي زي مثلا ما بيتأثروا بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لو عايز تتكلم أكتر عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي تقدر تقول لي تحت في الكومنتس. النهارده احنا وصلنا دلوقتي لغاية آخر الحلقة بتاعتنا. متنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل جديد في القناة ان شاء الله. متنساش تكتب اكتر عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وكمان متنساش انك تكتب عايز تسمع عن مين الحلقة الجاية، او بتحب تسمع تلاوة مين من الشيوخ الكبار. كان معاكم اخوكم عبد الرحمن احمد جمال، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدي رحمة الله عليه جاء لوالدتي وهي حامل فيا، قال لها إن اللي في بطنك ده محمد وهيكون من حفظ القرآن الكريم. بارك الله، والله كويس. فأبويا بقى تمسك بهذه الرؤية، وكان الكتاب كله يدفع تعريفة، أبوه يدفع الساغ. ليه؟ عشان الشيخ يهتم بيه.